السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. النهارده بقى حل معاكم امتحانات المحافظات اللي امتحنت الانجليش. احنا عارفين ان معظم المحافظات كلها امتحنت الانجليش ما عدا المحافظات اللي كان الجو فيها وحش، فالوزاره اجلت الامتحان. اول نموذج معانا، ومش كل النماذج زي بعضها ومش كل الادارات زي بعضها. في ناس جالها الاسئله كلها تشوز، الامتحان عباره عن تشوز، وفي ناس جالها اسئله تشوز وبعد كده اسئله ماتش، وفي ناس جالت لها قطعه وناقصه الكلمات، وهكذا. بس في الاول والاخر مش هيجي من بره الاسئله بتاعت بنك المعرفه. نشوف اول بقى امتحان جاي ازاي. اول سؤال: read and choose the correct answer. هنختار اجابه صح من الثلاث اجابات. نمبر 1 بيقول farmers grow، الفلاحين بيزرعوا ايه؟ and onions، toys، tomatoes ولا potatoes؟ طبعا بيزرعوا tomatoes. اوكي. نمبر 2 camels are، الجمال بتكون ايه than horses، اكتر من الهورسز. اكيد صفة من الصفات. هنشوف بقية الجملة. they are about 2 meters، يعني ايه؟ تقريبا 2 متر. يبقى كان بيتكلم في صفة الطول. الصفة التانية او الدرجة التانية من الصفات وهي اطول من، بنحط للشورت adjective er وبعد كده than، والصفة الطويلة بنحط لها more والصفة وذان معانا برضو. نمبر 3 بيقول the plant cell is very، البلانت cell is very very small we use microscope to see it. احنا عارفين اصلا ان خلية النبات تكون صغيرة جدا، علشان كده بنشوفها بالميكروسكوب. نمبر 4 are green، مين اللي are green؟ leaves ولا roots ولا soil؟ طبعا الليفز اوراق الشجر. السؤال التاني جاي لهم بيقول read and match، يعني اقرأ ووصل. هنقرأ نمبر 1 ونشوف الأسئلة أو نشوف الإجابات اللي في الناحية التانية كلها. نمبر 1 بيقول the snake lifts up its head، يعني السنيك بيرفع راسه لفوق. تمام. نشوف الاختيارات التانية. you need a band-aid، محتاج اللي هي الباند اللي بتتحط على الجرح أو الضمادة. ولا when it's scared، لما بيكون خائف. ولا the heaviest flower، اتقل وردة. ولا blood around the body. حتى لو مش عارف المعلومة اللي السنيك بيرفع راسه امتى، فانا مفيش اي اختيارات مناسبة غير when it's scared، لما بيكون خائف. يبقى السنيك بيرفع راسه لما بيشعر بالخوف when it's scared. مفيش اي اجابة اصلا مناسبة غيرها. نمبر 2 بيقول the sunflower is، السانفلاور مالها؟ احنا واخدينها في الدرس ان هي كانت هيفي، ثقيلة. طيب يبقى هتكون مين من الاجابات؟ the heaviest flower، يعني اثقل الورود. نمبر 3 the heart pumps طبعا the heart pumps blood around the body، يعني بيضخ الدم. نمبر 4 if you have scrape، if you have scrape يعني ما يكون عندك خدش او جرح، المفروض بتعمل you need a band-aid، يعني المفروض بتحط له band-aid. خلاص كده. بس اخر سؤال punctuate the following، يعني هنعمل ترقيم للجمل اللي جايه دي. طبعا احنا عارفين السؤال ده اول الكلام بيكون كابيتال، اول حرف فيه بيكون كابيتال. عندي نور، اصلا نور لو حتى لو جه في النص برضو هيتكتب الان كابيتال، على ان ده اسم اسم انسان. يبقى الان هنا هنعملها كابيتال. وكمان نور لايكس ايتينج فلاب جاكس، نور بتحب الفلاب جاكس، ده كده مش سؤال طبعا فهنحط فول ستوب. نمبر 2 بيقول does she like to eat chicken، هل هي بتحب تاكل فراخ؟ ده طبعا question، هنحط في الاخر question mark. وطبعا في الاول ما ننساش اللي هنعمله، اي كلمه في الاول اول لتر فيها لازم يكون capital letter، يبقى دي هنعمله capital. خلاص كده. ده اول نموذج. نشوف نمبر 2. تاني نموذج معانا واول سؤال فيه سؤال choose، هنختار اجابة من الثلاث اجابات برضو. نمبر 1 بيقول we breathe through، احنا بنتنفس عن طريق our eyes ولا stomach ولا nose؟ طبعا عن طريق النوز. نمبر 2 we use the، بنستخدم الميت ولا الميلك ولا الفير of camels، بتاع الكامل to make clothes، علشان نعمل ملابس. طبعا بنستخدم الفير بتاع الكامبر. 3 camels have large flat، الكامل عنده large و flat، طبعا flat قدم مسطحة علشان يقدر يمشي بيها على الساند، على الرمل. نمبر 4 we use our، بنستخدم system to digest the food we eat، علشان نهضم الأكل اللي احنا بناكله. respiratory ولا digestive ولا heart؟ طبعا digestive system، جهازنا الهضمي.
السؤال التاني وهو read and fill in the gaps with words from the list. في ليست من الكلمات، قائمة من الكلمات هنستخدمها في النقط اللي موجودة في القطعة. القطعة بتقول ايه، نقرأها كويس علشان نعرف الكلمة المطلوبة او الكلمة الاولى هنحطها ايه والتانية وهكذا. هنا القطعة بتقول I like birds a lot. انا بحب الايه الطيور كثيرا، ونفس القطعة دي كانت في النماذج. تمام. I see them every day. بشوفهم كل يوم. They have. عندهم ايه to fly. طبعا عندهم ايه wings. يبقى دي نمبر 1. عندهم wings بيمشوا ايه بيها. نمبر 2 they are. بيكونوا ايه يا ترى، بيكونوا amazing، بيكونوا مدهشين جدا. birds have عندها ايه وتيلز. عندها ايه والديل. عندها طبعا البيكس المنقار والايه والتيل. some birds are بتكون ايه big بعضها كبير and others are وبعضها بيكون small. يبقى نمبر 4 هتكون ايه small. اخر سؤال واللي هو البانكتويت هنعمل ايه ترقيم. نمبر 1 بيقول when do you go shopping. انت بتروح الشوبينج امتى. طبعا ده question. هنعمل الدبليو الاول كبيرة. اوكي. وفي الاخر هنحط question mark. نمبر 2 we grow cotton in Egypt. بنزرع القطن في مصر. طبعا الدبليو هتبقى كابيتال. ونقفل الجملة بالفلوستوب علشان ده كده مش سؤال. النموذج الثالث اللي معانا واول سؤال فيه تشوز. هنختار. نمبر 1 بيقول farmers grow. الفلاحين بيزرعوا ايه، وخلي بالنا السؤال ده اتكرر كتير جدا. بيزرعوا طبعا tomatoes and onions. تمام. يبقى الاجابه الصح ايه tomatoes. نمبر 2 we chew food with our. بنمضغ الطعام بايه with our teeth. نمبر 3 my friend has a burn. صديقتي هتكون عندها burn. امسكي ايديها. تمام. under ايه تحت المية طبعا الايه الكولد ووتر المية الساقعة. نمبر 4 camels are than horses. الكمل بتكون ايه عن الحصنة. لسه قايلين السؤال ده بتكون ايه اطول من taller. علشان الجملة التانية بتقول ايه they are about 2 meters. يبقى كان بيتكلم عن الايه الطول إيه اطول من. نمبر 5 the plant cell خلية النبات بتكون ايه very small. بنشوفها بالميكروسكوب. بعد كده match. نمبر 1 بيقول some animals are scary. بعض الحيوانات بتكون scary but. ولكن نقرأ بقى العمود التاني pumps blood around our body. بيضخ الدم. ولا they are important ويكونوا هم مهمين in دمياط في دمياط. ولا grow sugar cane. طبعا الصح بعض الحيوانات بتكون scary ولكن طبعا الجملة التانية هتكون عكس الأولانية شوية. هم ايه مخيفين شوية ولكن مهمين. يبقى نمبر 1 هتكون ايه they are important. نمبر 2 دمياط تشيز is famous. الجبنة الدمياطي مشهورة فين in دمياط. يبقى نمبر 2 هتاخد ايه in دمياط. نمبر 3 our heart. القلب بتاعنا بيعمل ايه pumps blood around our body. pumps blood around our body. نمبر 4 farmers in منيا. الفلاحين في منيا. الفلاحون في منيا بيعملوا ايه بيزرعوا الايه sugar cane. grow sugar cane. السؤال الاخير اللي هو punctuate the following sentence. الجملة الايه اللي جاية. طبعا الاي هنا ما ينفعش تكون small. لازم تكون ايه capital. اي اي انا في اي جملة سواء في الاول او في النص هتكون ايه capital. الضمير اي بيكون ايه capital. وطبعا دي جملة ايه affirmative جملة مثبتة مش question ولا اي حاجة. فهنحط لها في الاخر ايه full stop. النموذج اللي بعديه اول سؤال read and complete the text with words in the box. يعني ايه نختار من الاختيارات اللي في البوكس. بس هي مش في بوكس قوي هي كل كلمة لوحدها بس ما علينا. نمبر 1 بيقول a snake. الثعبان بيكون ايه dangerous than a fox. بيكون ايه خطورة من الفوكس. طبعا اكثر خطورة من. طالما اتنين بنقارن بينهم يبقى هناخد ايه more dangerous than. نمبر 2 بيقول we the plant every day. بنعمل ايه في البلانت every day. السبجكت هنا الفاعل we لازم يجي بعديه verb. فين الفيرب اللي موجود water يروي read يقرأ look ينظر. طبعا بايه طبعا بنروي البلانت كل يوم. الزرع عايز مية كل يوم. اوكي. نمبر 2 read and match. هنبص وهنوصل. the eagle has strong wings. الايجل عنده strong ايه wings يعني اجنحة ايه اجنحة قوية with a microscope بالميكروسكوب.
ولا and she likes chocolate too بتحب الشوكولاتة كمان، ولا it can fly easily طبعا عنده أجنحة قوية بيقدر يطير بسهولة. يبقى الإجابة الصح هتكون ايه؟ هتكون letter C. number 2 we can see the plant cell بنقدر نشوف plant cell عن طريق ايه؟ with a microscope هتاخد ايه؟ هنوصلها ب A. number 3 جميلة likes ice cream جميلة بتحب الايس كريم and she likes chocolate too دي الإجابة الصح وبتحب الشوكولاتة كمان. number 3 read and check true or false يعني هنشوف الكلام صح ولا خطأ، والصح هنعمل عنده true أو T، والغلط هنكتب عنده ايه letter F. القطعة بتقول ايه river Nile ده نهر النيل is the longest river أطول نهر in the world يعني أطول نهر في الايه في العالم. many different fish كثير من السمك المختلف live in it بيعيش فيه. fishermen يعني الصيادين بيعملوا ايه catch fish from the Nile بيصطادوا سمك منين from the Nile. farmers use the Nile to water their plants وكمان الفلاحون بيستخدموا الايه نهر النيل علشان يسقوا الزرع ايه بتاعهم. there are many plants يوجد الكثير من الايه من النباتات that grow beside the Nile اللي بتنمو جنب الايه النايل. طيب نشوف كده الجمل اللي عليها. نمبر 1 بيقول the river Nile is very short هو very short لا ده بيقول هنا longest يعني أطول ايه نهر، يبقى هقول له هنا ايه false. نكتب هنا letter F تحت الايه تحت false. طيب بعد كده نمبر 2 there are no fish in the Nile مفيش فيش خالص في النايل طبعا فيه بدليل ان ايه ان الصيادين بيصطادوا منه، يبقى هقول له برضو ايه false. نكتب F هنا عندي false. نمبر 3 the river Nile is important for plants نهر النيل مهم للنباتات، فأيوة مهم جدا والفلاحون بيروا نباتات منه. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه read and reorder هنعمل إعادة ترتيب للجملة. نمبر 1 بيقول I games love playing وفيديو أنا بعمل ايه هنا فاعل عايز verb I love بحب الايه playing I love playing video games بحب ألعاب الفيديو جيمز I love playing video games. نمبر 2 good يعني جيد ولايف الحياة وإن Egypt في مصر وإز طبعا هتكون لايف الحياة مالها is life is good in Egypt. تاني كده life is good in Egypt. خلاص كده النموذج الرابع معانا وبادئ بسؤال rearrange يعني نرتب الجملة اللي جاية دي أو الجمل دي. نمبر 1 بيقول eat وبعد كده insects حشرات وبعد كده spiders يعني ايه العناكب. spiders هنا الفاعل والفاعل بيجي بعديه الفيرب يبقى spiders eat insects العناكب بتاكل الحشرات. نمبر 2 is وفلاور وذا وهاو big how big يعني ايه ما الحجم وبيجي بعدها ايه مين في الجملة verb to be is how big is the flower حجم الوردة ايه. نمبر 3 بادئ بآي وبعد كده عندي games ولove وplaying وفيديو هتكون ايه انا السبجكت بعديه الفيرب ايه love I love بحب ايه love بتحب بعدها الفيرب في ing I love playing بحب لعب ايه الفيديو جيمز العاب الفيديو. بعد كده السؤال التاني في النموذج ده وهو read and match يعني نقرأ ونوصل. نمبر 1 بيقول we should drink المفروض ايه او يجب ان drink نشرب ايه raise chickens يعني نربي فراخ lots of water يعني الكثير من الماء طبعا هي دي. وبرضو نقرأ التالتة cook healthy food يعني بنطبخ اكل صحي. يبقى الصح هتكون ايه نمبر 1 هنكتب ايه B. السؤال التاني في النموذج اللي معانا بيقول read and match هنوصل العمود A بالعمود B. اوكي نمبر 1 بيقول we should drink يعني ايه يجب ان نشرب ايه نقرأ الايه كل الجمل اللي في الناحية التانية. A raise chickens يعني نربي فراخ. B lots of water الكثير من الماء ولا cook healthy food طبعا احنا لازم نشرب ايه lots of water الكثير من الماء. نمبر 2 my mother likes to ماما بتحب تعمل ايه raise chickens تربي فراخ ممكن. طب نشوف الاختيار الثالث cook healthy food ماما بتطبخ لنا اكل صحي يبقى دي الاجابه الايه الانسب والايه والصح. علشان كمان نمبر 3 الفارمرز الفلاحون بيعملوا ايه الفلاحون بيربوا الفراخ يبقى الفارمرز هتاخد هي ايه farmers raise chickens يعني الفلاحون بيربوا الفراخ. السؤال الثالث في النموذج ده
جايب هنا ايه القطعة ناقصة كلمات. هنبص على البوكس ده الصندوق اللي فيه الكلمات وناخد منه كلمة نحطها في النقط اللي تحت. نقرأ الفقرة كده مع بعض. بتقول my house is old، بيتي قديم. I wanted to make it، انا محتاج ان انا اخليه color لون، ولا beautiful ولا جميل، ولا friends ولا repainted. طبعا beautiful، اخليه جميل. عملت فيه ايه؟ ونقط وإيت، عملت فيه ايه؟ طبعا انا بيضته من جديد، يعني دهنته من اول وجديد، يعني repainted، يعني انا بيضته تاني او اديته لون تاني. the new، ايه الجديد؟ was green and red، ايه اللي انا خليته اخضر واحمر؟ طبعا الكولر، the new color، يبقى نمبر 3 هتكون color. اخر جملة بتقول my helped me، مين اللي ساعدني في الاختيارات اللي فوق؟ طبعا الفريندز، my friends helped me، ساعدوني في دهان وطلاء المنزل. النموذج اللي بعد كده وجايب اول سؤال choose. نمبر 1 بيقول we produce vegetables like، احنا بننتج خضروات زي and potatoes، طبعا لازم يكون نوع من الخضروات. onions ولا bananas ولا watermelon؟ طبعا onions. نمبر 2 birds have one، الطيور عندها واحد من wing ولا feather ولا beak؟ طبعا واحدة من البيك، المنقار. نمبر 3 I like playing tennis، أنا بحب ألعب التنس. I can't play well، مش بلعب كويس. يا ترى هنقول ومش بلعب كويس؟ لا، ولكن لا أستطيع ألعب بطريقة جيدة. طبعا هتكون but، طالما الجملتين بيبقوا عكس بعض شوية في المعنى أو في الأفكار، يبقى نربط بينهم ببut. نمبر 4 plants need، النباتات محتاجة and water to grow، طبعا محتاجة مية ومحتاجة sunlight، ضوء الشمس، يبقى الإجابة الصح ضوء الشمس sunlight. نمبر 5 ده بيكلم بيقول له what do farmers raise in Egypt، هما الفلاحون بيربوا في مصر؟ قال له cows and ducks، يعني بنربي أبقار وبط، ومين معاهم في أول نقط هنا؟ chickens rice ولا potatoes؟ طبعا الفراخ chickens. السؤال اللي بعديه read and match، هنقرأ ونوصل. نمبر 1 بيقول we need oxygen، احنا محتاجين الأكسجين علشان water for a long time، مية لوقت طويل، لا مش ماشية. to grow علشان تنمو. in our bodies يعني في أجسامنا. but I like fruit، ولكن بحب الفاكهة. water and soup، احنا محتاجين الأكسجين علشان in our body يعني في جسمنا. نمبر 2 wash the scrape with، هنغسل الخدش طبعا with water and soap يعني بالمية والصابون. نمبر 3 camels can live without، الكامل بتقدر تعيش من غير water for a long time، من غير مية لوقت طويل. اللي بعد كده plants need water، النباتات محتاجة مية علشان to grow. الأخيرة I don't eat candy، مش باكل الكاندي الحلوى، تمام. but I like fruit، ولكن بحب الفواكه بالرغم ان هي فيها سكريات، ولكن بحب السكر الطبيعي اللي في الفاكهة، مش بحب الكاندي اللي فيه سكر صناعي. النموذج اللي بعد كده بادئ بسؤال read and complete، هنقرأ ونكمل النص اللي تحت ده بالكلمات الموجودة في البوكس. الكلمات هي بتقول chicken juice lunch favorite يعني مفضل، تمام. الفقرة بتقول I'm hungry، أنا جعان. I want to have my، عايز أتناول my lunch يعني الغداء بتاعي. I like to have، أنا عايز أتناول والرايس، طبعا اللي بيتاكل مع الرز من الحاجات اللي فوق chicken and rice. the food is delicious، الطعام لذيذ. I love fruits too، أنا بحب أيضا الفواكه. I want to have watermelon، أنا عايز أخد بطيخ and drink some، وأشرب طبعا هيشرب فوق juice. السؤال التاني match، هنوصل. نمبر 1 بيقول we chew food، بنمضغ الطعام with our teeth، طبعا كل الأسئلة دي كررناها كتير. نمبر 2 eagle have، النسر عنده طبعا have feathers and wings، عنده أجنحة وعنده reach. نمبر 3 the roots grow، الجذور بتنمو فين؟ under the soil تحت التربة. السؤال الثالث rearrange، وجايب جملتين. اول جملة eat insects spiders، طبعا لسه حالين زي دي بالظبط، هتبقى spiders eat insects. نمبر 2 horse و how tall و is و a، طبعا how tall يعني ما طول مين؟ الحصان، يبقى how tall الاول، بعد كده verb to be is how tall is a horse.
اخر سؤال البانكتويت، وطبعا ده سهل جدا، وين هتبقى الدبليو فيها كابيتال، واخر الجمله نحط كويستشن مارك. اخر نموذج معانا، وبعد النموذج ده عايزه اقول لكم على شويه بوينتس كده بعد النقاط المهمه علشان نحل الامتحان ان شاء الله كله صح، فركزوا معايا لاخر الفيديو. الاول نحل النموذج ده. نمبر 1 بيقول نختار الاجابه الصح، choose the correct answer من الثلاث اجابات. نمبر 1 بيقول I ate breakfast in the الفطار بتاعي باكله امتى؟ in the evening ولا in the morning ولا in the afternoon؟ طبعا in the morning في الصباح. نمبر 2 the plant cell is very خلية النبات بتكون ايه very small we use a microscope to see. نمبر 3 we chew food with our بنمضغ الطعام بايه؟ طبعا with our teeth. a snake is dangerous than fox طبعا than a fox يعني ايه اكثر خطورة من، وطالما جايب لي than يبقى الصفة فيها er او الصفة الطويلة قبلها ايه more، يبقى طبعا الصح هيكون ايه more dangerous than. نمبر 5 we have to احنا عندنا ايه 2 they help us to breathe بيساعدنا على التنفس، طبعا عندنا 2 من ايه lungs. نمبر 2 read and reorder هنقرا كويس ونرتب الجمل اللي جايه دي وهم 4 جمل. نمبر 1 house his repent he طبعا he هو الفاعل بيجي بعدها الفيرب he repent، وطبعا لازم repent اللي فيها اس، هم فعلا هنا نسوا يحطوا الاس بتاعت present simple tense. he repents his house او he repented his house على حسب ما يجيلي في الامتحان، يا repents في المضارع البسيط او repented في الماضي البسيط. نمبر 2 do او where او live او you هنا بيقول لي اين يبقى هنبدا ب where وبعد كده do الفعل المساعد where do وبعد كده subject where do you live انت عايش فين. نمبر 3 need water and sunlight وضوء الشمس وبلانتس طبعا هيبدا بالبلانتس النباتات محتاجه ايه النباتات هنا السبجكت بعد كده الفيرب need plants need محتاجه ايه water and sunlight محتاجه ميه وضوء الشمس. نمبر 4 ears وهاز وذا وفوكس وبيج وفينك طبعا اسمه ايه ذا فينك فوكس ثعلب الفينك. ذا فينك فوكس ماله هاز يملك big ears، ونلاحظ هنا ان الحجم جاء قبل الايه الاسم اللي احنا بنوصفه ذا big ears مش ears big لا big ears. اخر سؤال وهو البانكتويت هنعمل ايه تركيب هنا الحاجات اللي ناقصه نكملها الحاجات الصغيره نكبرها. هنا W هتبقى capital we grow cotton in Egypt ونقفل الجملة بايه فول ستوب. خلاص كده احنا خلصنا النماذج، شايفين كلها يعتبر جات من نماذج الوزارة بالظبط اللي نزلت في بنك المعرفة، فحلوها كويس وراجعوا عليها كتير علشان ان شاء الله دي برضو معانا في امتحانات نص السنة. عايزة بس افكركم بحاجة، السؤال بتاع القطعة اللي هي بنحل عليها اسئلة صح وغلط عايزاكم تقراها كتير جدا. ليه بقى؟ كل ما نقراها كتير ونفهم المعنى اللي فيها ونرتب افكارنا اللي فيها هنعرف نجاوب صح. يعني في قطعة من القطع بيقول ايه بيقول لي انا عملت كيكة علشان عيد ميلاد ماما، يجي في الاسئلة يقول لي ايه احنا عملنا كيكة لعيد ميلاد بابا، لا ابقى مركز مين هو عيد ميلاد ماما مش بابا، يبقى اقول له فولس لو جات لي جمله زي دي. عايزاكم بقى تركزوا وتقراها كتير، ده اذا جت في الامتحان، لان زي ما قلت لكم مش كل النماذج زي بعضها، يعني ممكن يجي السؤال ده وممكن ما يجيش اصلا. تمام، يا رب تكونوا استفدتوا، ما تنسوش بقى لايك وسبسكرايب اشتراك علشان ان شاء الله تشوفوا الدروس الجديده وتتابعونا اول باول، ومع السلامه.